اسباب تمشية مع الكلب، انا بمشي الكلب عشان اخليه دايما مسيطر عليه، ودايما بحل مشاكله الفنية في حالة ان هو مثلا بيشمشم في الارض كتير. وطبعا قلنا ايه اضرار المشي الشمشمة في الارض كتير، هو مش فضول او تنمية ذكاء، هو ممكن يكون بيشمشم لقى قطعة دجاجة او لحمة ومحطوط فيها سم. انتوا عارفين ان في ناس بتحب تأذي الكلاب وبترمي حاجة زي كده، ممكن تكون قد قد عقلة الصباع ويروح واكلها وانت مش واخد بالك، فانت سممت كلبك وروحت بيه او دخلت بيه البيت وهو واكل وخلال ساعتين نفق. ماشي، يبقى المفروض ان انا بمشي كلبي عشان اسيطر عليه واخليه يخرج كل الطاقة السلبية من خلال المنتزه، مش من خلال ان هو يعمل مجهود عشان يخلص الباور. زي ما قلنا قبل كده، الباور دوت ممكن يكون غريزة من غرائز الكلب، وانا اللي بتحكم فيها وبدربه عليها ان انا عايزها او مش عايزها او اسيطر عليها.